أهلًا وسهلًا متتبعي مشاهديني الكرام في فيديو جديد ووصفة جديدة لنهار اليوم، أولًا وقبل كل شيء السلام عليكم، وإن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بألف خير وصحة وعافية يا رب العالمين. وصفتي لنهار اليوم رايحة تكون وصفة مميزة، وصفة بنينة، وصفة ما كانش كيفها، بزاف بنينة هاد الوصفة اللي رايحة نشارك معاكم اليوم. هاد الوصفة بزاف بنينة بمقادير بسيطة واقتصادية وأبن منها ما كانش، لازم نجربوها، يعني اللي ما جربهاش راهي راتات، واللي دوكها عندك رايحة تقولك اعطيني لا غوسيت مضمونة 100%، وعبالي بلي رايحة تعجبكم. هاد الكيكة بنتها وحداها، يعني الكيكة هادي اللي من التحت تجي مشربة والبنة تاعها كيما البسبوسة، خفيفة خفيفة وبنينة. وما رايحاش نطوّل عليكم أكيد، على بالي بلي هدرت بزاف ودايمًا كنهدر بزاف المهم رايحة نروحو مباشرةً للمقادير وطريقة التحضير. أولًا رايحة نبدأ معاكم بالشربات اللي رايحين نستعملو فيها شريحة ليمون وكأس تاع سكر و2 كيسان تاع الما، رايحين نحطوهم على النار وكي يبداو يغليو رايحين نحسبوا لهم 10 دقايق ونطفيو عليهم ونخليوهم يبردوا، لازم نخليوهم يبردوا تمامًا. رايحة نخلي الشربات تاعي أكوتي ورايحة نجي نحضروا مع بعض الكيكة اللي رايحين نستعملوا فيها 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ ورشة ملح ورشة تاع ملح، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ ورشة تاع ملح. رايحين نحتاجو هنايا 10 ملاعق من السكر، هذه الكيكة هي كيكة ال10 ملاعق، 10 ملاعق من السكر، رايحين نمزجو هادو المكونات مليح حتى يمتزج لي السكر مع البيض، ونضيفو عليهم مباشرة 10 ملاعق من الحليب، الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما لازمش يكون دافي، يكون عادي نجبدوه من الثلاجة ونستعملوه. رايحين نزيدو نمزجو مليح الحليب مع السكر والبيض ونزيدو نضيفو عليهم 10 ملاعق من الزيت، يعني هاد الوصفة شوفوا سهلة غير بالملعقة فقط. رايحين نديرو 10 ملاعق ورايحين نكملو نزيدو نمزجوهم مليح حتى يمتزج لي الزيت مع هادوك المكونات. وهنايا رايحين نزيدو نضيفو ملعقة كبيرة فانيليا ومبشور الليمون، هنايا كيما تشوفوا يعني نقولو مغرفة مملوءة ولا 2 ملاعق مملوئين من مبشور الليمون، هنايا على حسب الرغبة، المهم ما تزيدوش فوق 2 مغارف كبار. بعد ما نمزجو مليح بالفوية رايحين نزيدو نضيفو هنايا 10 ملاعق من الفرينة وكيس ونصف من الخميرة الكيميائية ما يعادل 15 غرام، يعني رايحين نضيفو هنايا الخميرة الكيميائية كيس ونصف، رايحين تحطو واحد كامل أما التاني رايحين تديو منو النصف فقط، ولازم تنخلو كيما قلت لكم الفرينة تاعكم باش تجيكم الكيكة تاعكم خفيفة. كيما تشوفوا هنايا كاينين بزاف اللي ما يعرفوش القوام تاع الفرينة ولا الخليط هذا، كي توليو تخلطوا بالفوي كي توليو تقدروا تكتبوا رقم 8 ولا تكتبوا أي حاجة يعني تبان لكم على السطح تاع هذاك المسكوتش ولا هذاك الخليط وتختفي مباشرة تما رايحة تكون ناجحة. في حالة ما إذا جاتكم شفتوها جارية بزاف وهذاك الرقم ما كيبانش معاكم تقدروا تزيدوا تضيفوا ملعقة واحدة من الفرينة ولا العكس لو كان تشوفوها شادة روحها بزاف وهذاك القوام تقيل رايحين تزيدوا تضيفوا ملعقة من الحليب هكذا يعني باينة بلي رايحة تنجح معاكم. هنايا حطيت الخليط تاعي في سنيوة اللي الأبعاد تاعها 30 على 35 وخبطتها شوية على سطح العمل يخرجوا لي هذوك الفقاعات وندخلها للفرن اللي كنت سخنته مسبقا حوالي 10 دقائق وحطيتها في في الرف الوسطاني وخليتها تطيب حوالي 20 دقيقة وزيد شعلت لها من الفوق حوالي 7 دقايق حتى ل8 دقايق وأكيد كل وحدة والفرن تاعها كاين اللي يطيبلها ليه وكاين اللي ما يطيبلهاش بالخف، يعني كل وحدة تعرف الفرن تاعها. بعد ما طابت لي خرجتها مباشرة من الفرن وجيت نسقيها بالشربات. شوفوا هاد الكيكة كي جات خفيفة وشوفوا كانت الريحة منها تاع لافاني والكارس كانت حكاية.
المهم هنايا سقيتها بهاد الشربات، يعني درت لها أنا كاس ونص تاع الشربات، سقيتها مليح، وانتوما أكيد إلا كان حبيتو الكيكة تاعكم تجي شوية ناشفة نقصوا في الشربات، وإلا كان كي تحبوها مشربة ديروا 2 كيسان تاع الشربات، أكيد ولكم الاختيار. هنايا رايحة نجي للفلو يعني الطبقة التانية اللي رايحين نحطوها على هاذيك الكيكة، درت هنايا لتر من الحليب و2 مغارف تاع نشا و2 مغارف تاع سكر و2 باكيات تاع فلان نوارة بذوق الفانيليا، يعني الكيس الواحد نستعملوه في نصف لتر، بصح أنا درت 2 يعني كيسين في لترة. في الأول رايحين نخلطو كلش بارد في بارد ونديوهم مباشرةً على النار مع التحريك المستمر حتى نشوفو هاد الفلان ولا هاد الخليط تقلي، بعد ما يتقلي رايحة نجي نحطو عليه الكيكة تاعي أكيد اللي رايحة تكون باردة. ورايحة نحطّه بهذا الطريقة، يعني الفيديو راهو يشرح في نفسه، هنايا رايحة نحطّه ونخليه يبرد حوالي ساعة حتى نصف ساعة، يعني في فصل الشتاء أنا حطيته غير نصف ساعة، بصح إلا كان جربتوا هاد الوصفة في فصل الصيف خليوها حوالي ساعة في التلاجة حتى ي يجمد معاكم هذاك الفلان. أما بالنسبة لهاد الطبقة التالتة اللي رايحة تكون بالفواكه، أنا استعملت هنايا الفراز بما إنه الموسم تاعو وأكيد متوفر في الأسواق بكثرة، درت هنايا الفراز قطعته دوائر وتاني الموز قطعته دوائر بهذا الشكل، ودرت خط من الفراولة وخط من الموز، يعني بهذه الطريقة، يعني الطريقة راهي واضحة بهذا الشكل. رايحة نكمّلهم كامل هكذا، بعد ما نكمّلهم رايحين نديروا مع بعض الطبقة الرابعة والأخيرة للي رايحة تمد بنة رهيبة لهاد التحلية ولهاد الكيكة. هنايا عندي 400 مليلتر من الماء، رايحين نضيفوا عليه باكي فلان بذوق الفانيليا نوارة، وملعقة تاع سكر أكيد تحبوا تضيفوها تحبوا ما تضيفوهاش، رايحين نحطوهم على النار يغلي، كي نشوفوا هذاك الخليط غلالي رايحة نجي نحطو على هاد الفواكه ورايحة نوزعو بهاد الطريقة كيما كي تشوفوا، رايحة نوزعو كامل ونخليه يبرد لي حوالي ساعة حتى لساعة ونص، نصف ساعة، المهم كي تشوفوا هاد الطبقة جمدت من الفوق، يعني هاد الفلو اللي من الفوق رايح يحمي لي هادوك الفواكه من الأكسدة، ما رايحش يخليهم يفسدوا ولا البنان يكحل، ويزيد يمدلكم بنة خرافية، بنة ولا أروع، يعني هاد الكيكة لازم تجربوها، من أبن الوصفات اللي شاركت معاكم هي هذا التحلية. تحلية خفيفة وظريفة وبنينة واقتصادية وتوجد معاكم بالخف، نتمنى أنكم تجربوها، يعني اللي ما جربهاش راهي راطات بزاف بنينة. وبما أنه وصلت أنا لنهاية الفيديو ما بقالي غير نقول لكم إلى هنا ينتهي لقائي بكم، موعدنا يتجدد دائما في فيديو آخر ووصفة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه ودمتم سالمين، صحة فطوركم وصحة أسحوركم. قبل ما نروح ما تنسوش ديروا لي جيم وتخليوا لي كومنتار يا ولو كان بنقطة، واللي ما زالت ما اشتركتش في القناة تشترك فضلا وليس أمرا، ملي تحب تبارطاجي لي لا فيديو ماذا بيا لو كان تبارطاجيه لي مع كامل حباباتك وصحباتك وخواتاتك وجيرانك وفاميلتك. مع السلامة.